السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا على كل محبينا ومتابعينا على قناتكم قناة حائط صد أهلاوي اللي صوتها صوت كل أهلاوي. طبعا بعد هزيمة امبارح كل الشامتين طلعوا اتكلموا والحاقدين، وكل ده ما يهمناش لأن ده كل ده طبيعي. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بس عايزين زي ما قلت في فيديو امبارح اللي كنت غضبان فيه قوي. طبعا غضبي وحدتي في الكلام امبارح عشان بحب الاهلي، عشان ده النادي الاهلي، عشان ده العشق، عشان ده الكيان الكبير اللي احنا دايما بنحبه يكون على منصات التتويج او بنحب دايما يكون في العالمية او على طول في الافضلية. ما عنديش مشكلة انك تخسر ماتش، بس تخسر ماتش وانت بتلعب في اخطاء تحكيمية كارثية، في تضييع فرص من عندنا، وده كله وارد. بس في فرص في المباريات المهمة اللي زي دي ما بتتعوضش. زي ما قلنا في ريال مدريد في اجوان ما بتتعوضش لما بيجيلك الفرصة، لو ما استغلتهاش صح يبقى كده عليه العوض. في فرص جت في فلامينجو برضو ما استغلناش. محمد شريف مش بنقس عليك، انت لعيب تمام وكويس، لكن الفرص اللي بتجيلك يا شريف دي لازم تستغلها. بص على يمينك، انت لو بصيت على يمينك كنت هتلاقي محمد طاهر. يعني في ايه المشكلة؟ يعني العب السهل تكسب. وده اللي كان بيمتاز بيه زياد طارق اللي كان مشي من النادي الاهلي وراح اعاره تقريبا في سموحه. وقلت الكلام ده، قلت ان زياد طارق كانت مشكله ان هو يمشي من النادي الاهلي. زياد طارق كان بيلعب في السنه في الدوري، في الماتشات الاخيره في الدوري، الفتره اللي الاهلي كان كيرف فيها مريح، كان بينزل زياد طارق كان بيلعب السهل وكان بيكسب وكنا بنكسب. انت دلوقتي في بطوله عالميه، المفروض بتروح بتقدم ما عليك، بتعمل اللي عليك، والنتيجه دي بتاعت ربنا. بس الفرص ما بتتعوضش. لعيب كتير يعني النهارده امبارح كان اللعيبه كتير قوي ما حلفهاش الحظ او التوفيق. علي معلول في ضربه الجزاء دي مش حطتك يا معلول، دي مش حطتك. انا بقول يا جماعه خلاص، ماتش وانتهى وبطوله وعدت، ولعبتوا عارفين ان كان عندكم مشقه، وقلت الكلام ده كله امبارح. كان عندكم مشقه 11 يوم لعبتوا فيهم 4 مباريات. مش هنقول اجهاد ومش هنقول كل ده، لان احنا ما بنحملش وما بنطلعش اخطاء وما بنطلعش مبررات، والتحكيم كان برضه ليه سبب دور كبير في خسارة الاهلي. كولر بدأ المباراة مش على ما يرام، مش بدأ الماتش صح، التوزيع ما كانتش صح. الشناوي انا قلت في كذا ماتش، يا شناوي انت بقالك كام ماتش الكورة بتقع منك وده غلط. يعني الجون التاني كان سببه الشناوي، الجون التاني طالع بالبوكس، طالع على الهواء فدخلت جون. انا ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. لكن احنا كاهلاويه ننتقد، لكن حد تاني ما نسمحلوش، من اي نادي تاني ما نسمحلوش انه ينتقد. احنا بننتقد من حبنا في النادي، عشان بنحب النادي ده، عشان بنحب الكيان وبنعشق الكيان. وانتوا برضو مهما كان ومهما حصل شرفتونا. ورابع عالم مش مشكلة، قدر الله ما شاء فعل، وتعوض في الأيام اللي جاية. بس عايزين إن شاء الله في الصفقات اللي جاية مهاجم. ده ضروري جدا، عشان أنا عايز أقفل الصفحة دي ومش عايز أتكلم فيها تاني. طبعا امبارح خلصت ماتش كمان مع نهايات كأس العالم للأندية. انتهى ماتش ريال مدريد والهلال السعودي 5-3. الهلال السعودي عمل ماتش 10-10. هارد لك لأشقائنا في السعودية، عملتوا ماتش حلو قوي. كنت ند الريال مدريد وكنت عاملين عليهم لود كفايه. انك انت لما كان جاي فيه جونين وجبت جون، طلع النتيجه 2-1 في الشوط الاول وهم نزلوا. بس اللي كان بيسابق ان ريال مدريد طبعا مهما كان في فروقات في الامكانيات في السرعات في كل حاجه، اي فرقه هتقابلها ريال مدريد اكيد الافضليه هتبقى ريال مدريد. افضليه قابلت اهلي، قابلت هلال، قابلت اي حاجه، الافضليه ريال مدريد، انهم مع امكانيات وسرعات وشخصيه وكل حاجه. كل حاجه حاضره عندهم. ابطال اوروبا يا جماعه، بطل اوروبا. ويمكن كانت من الحاجه الظالمه ان الاهلي يقع في ريال مدريد في مجموعه او في طريقه ريال مدريد. الاهلي على طول بتقع في طريقه ابطال اوروبا، بطل اوروبا، مش عارف ليه يعني. بس يلا الحمد لله. وهارد لك الهلال السعودي، انتوا برضو انجاز بالنسبه لكم، انتوا خدتوا المركز الثاني. وثالث فريق عربي
يروح للمركز للمباراة النهائية. عندنا العين، عندنا الرجاء والهلال السعودي. شرفتوا العرب وشرفتوا آسيا يا زعيم آسيا، فهارد لك لأشقائنا في السعودية وزعيم آسيا. طيب نخش بقى عشان النهاردة معانا مواضيع كتير قوي قوي قوي. أول حاجة، كريم شحاتة، مستوى الأهلي يقترب من الأندية العالمية. الأهلي مستوى يقترب من الأندية العالمية. الأهلي تحرير مدريد لحد دقيقة 92 هناك بعض التفصيلات الصغيرة هي من تصنع الفارق، وهو ده اللي قلناه. ان كل فرقة بامكانياتها. الاهلي احنا مش عيب ان انا اطمح اني اكسب ريال مدريد، مش عيب. انا بتمنى او امنية ان انا الاعب ريال مدريد او اكسبه. ده بالعكس، ده يبقى حاجة حلوة ليا. مش بطلع اقول ان انا اكسب ريال مدريد وهطلع اسيح واطلع. لا، ريال مدريد ايا كان مين هيكسبها فهو بالنسبة له بطولة. مكسب ريال مدريد بالنسبة لك بطولة وحده. نبيل معلول، هنخلي نبيل معلول دلوقتي وهنتكلم على كاس العالم في الانديه ونخلصه ونخش على باقي اخبارنا عشان معانا اخبار كتير قوي قوي النهارده، فيا ريت تتابعنا لحد الاخر. راي الصحف البرازيليه في فوز فلامينجو ببرونزيه العالم للانديه. ماذا قالت الصحف البرازيليه بعد فوز فلامينجو على الاهلي في كاس العالم للانديه؟ طرد مثير للجدل يقود فلامينجو الى برونزيه كاس العالم. وده اللي قلنا عليه، اللي هي طرد تقريبا ده طرد خالد عبد الفتاح، او لا مش خالد عبد الفتاح، خالد عبد الفتاح اللي اتطرد. تمام. وطرد عبد الفتاح يعيد فلامينجو الى مباراة الاهلي، وفلامينجو يقلب الطاولة على الاهلي من اجل 12 مليون ريال. وفلامينجو عانى كثيرا قبل ان يتغلب على الاهلي في كأس العالم للأندية. الحمد لله، بس احنا برضو كنا ندي ليهم وارهقناهم وتعبناهم بجد، يعني تعبناهم بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بص بقى، هنتكلم على تصريحات كولر اللي قالها بعد الماتش. مارسيل كولر بيقول لك فرصة شريف والطرد اثروا علينا. يعني ما هو ده اللي انا لسه قايله، ده اللي انا كنت لسه قايله في اول الحلقة، ان شريف الفرص ما استغلهاش. اللي مش هيجيب هيستقبل، اللي هيضيع هيستقبل. الحمد لله اتظلمنا. اللي كانوا بيطلعوا يقولوا مصطفى غربال اللي هو حكم الاهلي عشان مباراة القرن بتاع الزمالك اهو النهارده غبى وطلع في الاهلي وكل حاجة وتمام وعادي ومفيش مشكلة. مباراة وراحت لحالها. مش هنطلع نقول بقى سحر، مش هنطلع نقول اي حاجة، يعني عادي. لا، ده ماتش كورة زيه زي اي ماتش وانتهى وخلصت وبطولة وراحت. وان شاء الله الاهلي هيجيب بطولات كتير قوي قوي قوي. الطرد اثر علينا، كنا ماشيين كويس. ده احمد عبد القادر كويس لحد 60 وضربات الجزاء وضربات الجزاء غير مقصوده. كان احمد عبد القادر النهارده نجم الفريق الاول. النهارده احمد عبد القادر. تمام. كمان ربنا عوض صبرنا خير في طائرة الأهلي بتفوز على الزمالك للمرة الرابعة على التوالي بنتيجة 3-0 ليصعد الأهلي إلى نصف نهائي كأس السوبر في الصدارة. الشوط الأول طلع بالنتيجة 25-13 والشوط الثاني طلع 28-26 و25 في الشوط الثالث 25-13. والأهلي هيواجه طلائع الجيش رابع المجموعة يوم الاثنين اللي جاي. بالتوفيق يا أبطال، دايما مشرفينا أي لعبة يعني. إن شاء الله الأهلي بيخشها برضو بيشرفنا يعني. ملوك الصلاة أهو، ملوك الصلاة إحنا مش انتوا. شوبير، استمرار فيريرا وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود يطالبون الرحيل عن عقب لقاء سموحة، واتصال بطارق مصطفى الانضمام للجهاز الفني وعدم إعطاء رد قاطع، وتفكير في خالد جلال وأمير عبد العزيز في إصرار أسامة على الرحيل، و40 مليون جنيه إيجار المحلات تنعش خزينة الزمالك. طب الزمالك هينتعش اهوت. أنا مش عارف يا جماعة، هو شوية واحد يمشي شوية واحد يقعد، أنا مش عارف في إيه يعني. ما تثبتوا بقى على حد وتخليه مع الفريق حتى لو أسامة نبيه.
خلوه مع الفريق بحيث ان الفرقه تبقى عارفه هتاخد قراراتها من مين. ما تبقوش مشتتين اللعيبه، ما تبقوش مشتتين اللعيبه. لا، والنهارده بقى ده انا جاي لك في ايه؟ ده انا جاي لك في حاجه حلوه النهارده. الحلقه دسمه قوي قوي قوي. هنخش ونشوف الاستاذ الصحفي المحترم محمد رجب قال ايه، وارجعوا لي عشان نرجع نرد عليه تاني. ما تروحوش في اي حته. ضربة جزاء وهمية. أنا عايز بس أعرف الحكم بتاع النهارده هو اتغير 3 مرات ليه؟ وجابوا حكم بيجيد الفرنسي، ليه يعني؟ أنا عايز أسأل هذا السؤال يا كابتن جمال. أنت عضو مجلس إدارة يمكن تكون أدرى مني. يعني حكم بيجيد اللغة الفرنسية، والجزائر بتجيد اللغة الفرنسية، الفريق الجزائري بيجيد اللغة الفرنسية. ليه الحكم اتغير 3 مرات ويجي الحكم ده؟ إيه الحكمة من كده؟ الاتحاد الافريقي انت عارف بقى بيلعب لعبته يعني. ها؟ هو بيتكلموا فرنساوي كويس، الاتحاد الافريقي بيتكلموا فرنساوي كويس. مين بقى جوه الاتحاد الافريقي اللي عامله لاعب؟ مش ممكن. ما يعني اقول ايه مؤامره؟ اقول ايه؟ اقول ما هي مؤامره. الله، ايه ده؟ في ايه ده؟ نادي مصر يا كريم ويا صبحي ويا جيم ويا منتصر، انا هتجنن والله. نعم الله ان شاء الله تعالى. المؤامره دي انا مشجع الزمالك 50 سنه يا جدعان. مش ايه ده؟ في ايه والله العظيم ما يقدروا يعملوا كده مع الفرقه الثانيه. اقسم بالله لا يجرؤوا انهم يعملوا كده مع الفرقه الثانيه. اكيد يا زلمه. نعم. تخيل انت ان انا نادي الزمالك طالع من العلقه بتاعه الجزائر وتلعبني بعد 48 ساعه في الدوري. هو انت كافر؟ يعني انا العب النهارده في بطوله افريقيا وبعد بكره العب في الدوري؟ يعني عندي بكره يوم لو خدنا منتصر يوم راحه، يوم الاحد هعمل ايه؟ هعمل تقسيمه عشان اختار الفريق اللي طب ما نرجع للموسم اللي فات لما كان الاهلي بيشارك وكان بياخد بال10 ايام ورا بعض. انا بدور على عداله. يعني انت بتسمح لحد ياجل وانا لا. يا جماعه الزمالك مرهق جدا. اسكندريه يعني هل ينفع؟ وطلبت ان يعني هل ينفع؟ انا عايز اسال سؤال، هي دي كوره؟ هو انتوا عصابه؟ هو اتحاد كره القدم ده بيدير منظومه ولا بيدير لعبه؟ لا، انت مش بتدير لعبه. مش الاتحاد. لا انا بتكلم على الاتحاد، هي مسؤوليه الاتحاد اللي يلعبني يوم الاثنين. ما ينفعش، ده قرار متفق عليه. السيناريو اللي وصلنا له النقطه دي مدبره ومخططه عشان بيتهموا بتوع قناه نادي الزمالك خدوا هدنه يوم او 2 وبعد كده دخلوا بيتهموا اتحاد الكوره بالكفر. بيتهموا اتحاد الكوره بالكفر. فين بقى الاستاذ جمال علام؟ فين الاستاذ بقى جمال جبر ولا ايه؟ فين؟ واتحاد الكوره. طب ويقول لك النادي الاهلي ومحمد رجب بيقول لك ده النادي بيجاملوا النادي المنافس او النادي التاني ما كانش بيلعب كده. لا يا حبيبي، ده احنا اهو لسه مش هقول لك بقى السنه اللي فاتت، احنا السنه دي النهارده اهو لاعبين. الاهلي لاعب في البطوله كاس العالم للانديه 4 انتشى في 11 يوم، في 11 يوم وهيرجع يلعب دوري وبطوله افريقيا. في ايه؟ والسنه اللي فاتت الاهلي مش اتحاد الكره ضغطه؟ مش اتحاد الكره ضغطه يا جدعان؟ اتحاد الكره جه من بطوله افريقيا ضغطوا في بطوله الدوري لما بطوله الدوري ضاعت وما طلعناش ولا اتكلمنا ولا قلنا حاجه. والرغم اللي كان كده كمان كان مساعدكم الاحتواء وكل ده محدش بيطلع يتكلم. هما اللي بيكذبوا الكذبه ويصدقوها. بيكذبوا الكذبه ويصدقوها. محمد رجب وسمح عبد السلام بيتهموا الاتحاد الكره ايه؟ بالكفر والفجر. فين بقى؟ فين الجهاز؟ فين المركز الاعلامي؟ فين الاستاذ جمال جبر؟ يا ريت بقى حد يطلع ويرد على الناس دي. عشان كده ايه؟ الكيل طفح بما فيه الكفايه. تعالوا بقى نخش ونشوف الذكر طارق جميل سعيد قال ايه، وهنرجع لكم تاني وخليكم معايا ما تروحوش في اي حته. النهارده ايه وجهة النظر اللي بتحدث من منع تنفيذ حكم قضائي على واحد؟ اقول يمكن في حاجة غلط، لكن لما اجد كل يوم واطلع على كل الاخبار ان نجحت الداخلية في القبض على البلوجر فلاني وبتاعة التيك توك الفلانية والكلام ده، طبعا هم اكيد بيخرجوا عن المحتوى الاخلاقي الخاص بالدولة. طب وبالنسبة للي محكوم عليه حكم نهائي اللي خارج على كل النواميس الأخلاقية والأدبية والمحترمة في الدولة، انتوا مش عارفين عنوانه؟
يعني عنوانه بالنسبه لكم ده مثلا بره حدود الخريطه او الGPS ما بيجيبهوش. ده عبث، اللي بيحدث ده عبث. لما يبقى في احد الموظفين في الدوله، وموظف كبير موظف صغير بس موظف، يعمل ضد إرادة الشعب ويعطل القانون، دي جرائم. اللي بيحدث ده جريمة يعاقب عليها. إن أنا أمنع تنفيذ حكم عن شخص، إن أنا أترك هذا الشخص يسب من يعن له ويشاء. يا جماعة لقد بلغت القلوب الحناجر، مش هينفع الكلام ده. كده اسمه الاستهانة بالحقوق، ده اسمه الظلم البين، ده اسمه العبث بمقدرات الناس. يجب أن يحاسب الراجل ده. الناس تعبت، الناس زهقت، كله النهاردة عنده من الأعباء والضغوطات طبقا للظروف اللي الدولة بتمر بيها والعالم كله بيمر بيها، وكله بيتحمل وبيشايل دوره وعارف المسؤولية اللي عليه. لكن بقى ما ينفعش ان يقولك ما تتكلمش، اوعى تتكلم عشان الدنيا مش مستحملة، وكله ماشي حاطط وشه في الأرض وقافل بقه. طب وبعدين هل هنظل نتحمل هذا الجزء المعيب، هذا الجزء الغير أخلاقي اللي بيصدر عن هذا الشخص الغير مؤدب، الغير محترم، الفاسد، الحرامي؟ هو في ايه؟ الناس ليها طاقة، والقدرة على التحمل دي سمة المصريين، والحمد لله احنا شعب مؤدب. لكن كفاية ضغط عليه الناس اكتر من كده. كفاية الاستهانة بمطالب الناس في ان هم يبقى عندهم بصيص امل ان في حق وعدل في الحياة، يبقى في شيء يجعل الناس تشعر براحة، ان القانون اتنفذ، ان مفيش واسطة، مفيش محسوبية، مفيش مركز للقوى في الدولة. واعتقد ان ده حق الناس. انا بأحذر ان الناس ليها طاقة. كفاية الناس عمال يتداس عليها اكتر من كده. الناس عمالة تتشتم، الناس عمالة تتهان، الناس عمالة يتم انتهاك اعراضهم. لحد امتى؟ لكل شيء نهاية، ولكل انسان طاقة للتحمل. كفاية، وبأحذر كفاية دوس على الناس اكتر من كده. هل قد بلغت؟ اللهم شفتوا يا حضرات الاستاذ طارق كميل سعيد؟ الراجل بيقول لك خلاص، يعني اللي بيغلط غلطة بيتحاسب او بيتحاكم، والراجل ده عليه حكم ومحدش بيكلمه، لا وبيروح في اي حتة وبيروح المحكمة وعادي، ولا كأن في حاجة حصلت، وبيتعامل عادي، عادي خالص. انسى يا باشا، انسى، الدنيا زي الفل وتمام. فين بقى المفروض ده يكون مكانه؟ جهات التحقيق. المفروض ده يكون مكانه الحكم اللي عليه، مادام اتاخد عليه حكم يبقى يتحبس. ايه المشكلة يعني؟ زيه زي اي حد، لا هو زيادة عن حد ولا ناقص عن حد. ايه المشكلة؟ مادام غلط يتحاسب. هو ده اللي احنا بنناشد بيه، وهو ده اللي احنا بنقول عليه. ما حد يعني ما بنجيبش حاجة زيادة من عندنا. نفس اللي احنا الكلام اللي قلناه الراجل محترم الذكر ليسلم لسانه استاذ طارق جميل سعيد قالوا برضه، قالوا. لكن بقى مين؟ احنا مستنيين، وبرضه عندنا ثقة وكل الثقة في جهات التحقيق في مصر. عندنا كل الثقة في جهات التحقيق في مصر، وان شاء الله هنشوف فيك يوم، هنشوف فيك يوم يا ظالم. رحيل أسامة نبيه. مصدر: رحيل أسامة نبيه. مرتضى منصور أبلغ مجلس الإدارة برحيل أسامة نبيه، وسيتم حسم الأمر خلال ساعات مع استمرار فيريرا وخالد جلال أبرز المرشحين لخلافة نبيه. والله انتوا لو جبتوا ايه يعني هتبصوا عادي، مش هيحصل. بصوا هتلاقي نفس اللي انتوا فيه ده هو هيفضل ومش هيتغير.
هو إقالة فيريرا، وبعد كده مش انا قلت لكم ده ماتش وده ماتش؟ مش بعد الماتش بتاع بلوزداد قال لك اسامه نبيه الماتش الجاي؟ هما بيدوروها. انا قايل لكم دول بيلعبوا على ايه؟ على اللي يكسب. اللي يكسب. انا كسبت اكمل، انت خسرت يبقى تركن وانا انزل الماتش اللي جاي. فرقه عره. وبيطلعوا البيجحين كانوا بيطلعوا يتكلموا امبارح ويشمتوا على ماتش الاهلي اللي احنا بنلعب في بطوله عالميه، وهم اتشالوا من فاركو للادويه واتغلبوا في ماتش افريقيا اللي هم بدأوا حصاله، اتغلبوا 1-0. البيجحين هم عينين واسعه البيجحي. احمد عبد القادر بيتكلم عن احداث المباراه بتاعت فلامينجو. بيقول لك احداث المباراه تحولت بشكل سريع، كنا نسيطر على المباراه. فرق 10 دقايق فرقوا جامد قوي، وضربه الجزاء اللي احنا ضيعناها فرقت معانا قوي. فمش عايزين نتكلم في الكلام الجديد اللي جاي، والقادم احسن باذن الله. المباريات الكبيره تكسب بالتفاصيل الصغيره، المباريات الكبيره تكسب ولا تلعب. لكن انتوا مع الاسف لا كسبتوا، ومش معقول ما لعبتوش، لا لعبتوا بس مش برضو اللي هو الاداء المطلوب. مش الاداء المطلوب، وقدر الله ما شاء فعل. حرام بقى خلاص. يابا اتكلم على اخبارنا بقى التانية النهارده. معانا بيان حسين لبيب. حسين لبيب عن اوضاع النادي الزمالك. بيقول لك الغير واعيه قامت بتفريغ الفريق من نجومه. ده حسين لبيب نادي الزمالك اللي هو رئيس نادي الزمالك الاسبق. بيقول ايه بقى الراجل؟ فأما الزمالك أولا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كنت قد عهدت نفسي ألا أتحدث عن أمور النادي وإدارته الحالية، سواء في مقام الرد على ما يرددونه من أكاذيب بشأن اللجنة التي شرفت برئاستها لإدارة النادي، ظنا مني أن ذلك أنسب لاستقرار النادي، إلا أن ما وصل إليه الأمر من انهيار في كافة المجالات يجعل لازما علينا وعلى كل جماهير نادي الزمالك العاشقة للكيان وجميع أنحاء وجميع أعضاء الجمعية العمومية تأديب لنادينا الحبيب أن ينتفضوا جميعا يد واحدة وتتكاتف لإنقاذ الموقف. ونعلم جميعا أن غايتنا ستتحقق بجهود دون أن نلقي لائمة على أي جهة أو مسؤول. وأقول لكم وبصدق أنه بعد رحلة جاوزت النصف قرن في مجال الرياضة عامة وداخل نادي الزمالك، علمتنا الأيام والتجارب أن الكيان يبقى ويذهب الجميع، كما شهدنا في الماضي كبوات وفترات من التعثر الرياضي والإداري. أشارككم الرأي أن الأمر لم يبلغ في أي وقت مضى ما يشهده النادي من تردي رياضي وإداري ومالي، فضلا عن اهتزاز منظومة القيم الأخلاقية التي كانت دائما عنوان للنادي. إلا أنني أدعوكم للتمسك بالأمل والمحافظة على اللاعبين الذين هم ثروة النادي، ورغم أنهم لا يمكن إعفائهم من المسؤولية فلا شك أنهم يلعبون في مناخ لا يساعد على النجاح. الإدارة غير الواعية قامت بتفريغ الفريق ومن نجومه، وأفقدت ما بقي منهم من ثقة بنفسه ودوافعه، كما أحدثت اهتزاز في الجهاز الفني وتسببت برعونتها في فقدان الفريق تمسكه وهويته. قريبا بإذن ربنا سبحانه وتعالى سوف يتم استعادة النادي من اللي خاطفين، يعني من حفنة اختطافه لا تليق بها، ولا هم أهلا لإدارته. أخيرا أذكر وأقرر أن جماهير النادي وأجهزة الدولة المصرية المحترمة أكثر وعيا وحكمة مما يظن البعض. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. طبعا ده تعليق أو تصريح الأستاذ حسين لبيب في نادي الزمالك. طبعا بيقصد طبعا المختطفين، وده كله مين بيقصد؟ المر مختطف النادي. ما احنا قلنا دي عزبة ومعاها هزازين الرؤوس
بيساعدوه. الراجل ده لما كان ماسك الفتره اللي ماسكها اللي كان بنقول عليها بالبلدي كده فتره انتقاليه لحد ما يجيبوا رئيس نادي، وعملوا ورجعوا تاني مرتضى والمر، وكان ساعتها محدش سمع له صوت. وكان ساعتها برضو الامانه الزمالك كان ماشي كويس وخد بطوله الدوري في امان، وما كانش حد سامع حس ولا حد سامع هرتله ولا كان حد بيسمع ان رئيس النادي بيطلع يتكلم كتير. وساعتها اياميها لما الاستاذ حسين لبيب كان بيطلع يتكلم كان بيتكلم بكل ادب وكل احترام. ماشي. لكن ده مختطف، واللي بيساعدوه قناه الزمالك هذا زين الرؤوس، اللي المفروض القناه بقى دي تقفل والبرنامج ده يتشال، عشان الناس اللي احنا في الجزء الاول من الحلقه اللي احنا سمعنا ولسه في جزء تاني ليه بتاع محمد رجب، لسه ليه جزء تاني. جمال عبد الحميد، الزمالك خسر من شباب بلوزداد بسبب مؤامره الكاف بعد تعيين هذا الحكم، واتحاد الكره مشترك معاه بسبب فوز الفريق بالدوري مرتين. شفتوا هم عايشين على المؤامره. يعني نقول لهم ايه؟ بلاش تفاهه واحترموا عقول الناس. مال الكاف ومال ده، مال الكاف ومال الزمالك، مال الكاف ومال اللي بيحصل للزمالك. ضيعتوا النادي، حرام عليكم والله. انتوا اللي بتضيعوا النادي، وانتوا اللي سبب في ان جماهير الزمالك دي يجرى لها حاجه والنادي يجرى له حاجه. رجبولا يورجن كلوب بيدرب ليفربول بقاله 17 سنه، والجمهور عمره ما شتم رئيس النادي. ده انت اكتر ناس عندك كانوا بيدعموا ليه؟ مش كانوا بيطلعوا يقولوا لمساعد المستشار. ولحد دلوقتي هو انت عشان ماتش خسروا فيه الماتش اللي فات بقوا بيشتموا رئيس النادي؟ يا راجل حرام عليك. طلعت المفهوميه الراجل ده. مش عارف هم جايبين التحف دي منين، مش عارف الصراحه. محمود ابو رجاله رمز من رموز نادي الزمالك. رموز نادي الزمالك ليس لهم دور في النادي حاليا. حسن شحاته وفاروق جعفر ومحمد صلاح وهشام يكن وغيرهم لا يدخلون النادي، لا يدخلون القلعه البيضاء، وانا تحت امر النادي الزمالك، ولكن انا لست صاحب القرار، وقرار لم الشمل الرموز في يد صاحب البيت. طب ويد صاحب البيت مش عايز حاجه. هو المفروض يد صاحب البيت دي مين؟ مش رئيس النادي. يد صاحب البيت ده اللي جابت رئيس النادي، اللي هي مين؟ اللي هي الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه، وده اللي انا كنت بقوله كتير، ان الجمعيه العموميه هي سبب كل اللي بيحصل في نادي الزمالك. ان هم اختاروا مرتضى منصور صليت اللسان قليل الادب اللي طالع بيغلط في اي حد، وبعدين بنقول عليه ايه؟ صاحب العزبه. قصدك صاحب العزبه، ولاده صحاب العزبه معاه. فيعني يا جدعان ما تكبروهاش قوي. اهو الراجل بيقول لك انا هدعو لمجلس اداره للاجتماع. المفروض الاجتماع ده كان امبارح. المفروض الاجتماع ده كان امبارح. فين بقى الاجتماع؟ طب ما فيش اخبار. مش عارف هو مين مجلس الاداره. وبعدين هم بيدوروا مجلس الاداره من البيت. محدش عارف. كل مباراه تحصل تقولوا هنعمل مجلس اداره واجتماع ونقدم استقاله ونسحب استقاله، وبعد كده تقول لا انا مش هستقيل، انا مع النادي في كل حته. هو انتوا بكام وش يا جدعان؟ حول الله. معانا فيديو كمان لمحمد رجب هنسمعه ونرجع تاني مع بعض. انا مش بتاع سوشيال ميديا، ولا بيهمني جمهور، ولا بيهمني حاجه. انا راجل بقول كلمه الحق بتاعت ربنا اللي بترضي ضميري. انا مبسوط يا حازم عشان ترمي كل العبء على اللعيبه. انا اللعيبه هقول فيهم عيب واحد، انتوا ما حصنتوش نفسكم السحر اللي شغال علينا من اول 2023. خد تعالى بقى يا عم كريم، اصحى معايا بقى. هو فريرة كان جه في ايه ومشي في ايه؟ هقول لك يا حبيبي جه في ايه ومشي في ايه. مش فريرة ده لما مجلس الاداره الكابتن جمال موجود قال يمشي، اللي حصل ايه بقى؟ الجماهير قعدت تهتف في المدرجات يا جمال 1 2 فريرة ثانك يو. بدام الجمهور عايز فريرة رجع فريرة. طيب مش نفس الجمهور ده اللي ماشي محمود علاء؟ نفس العيال دي اللي كان ممكن ينفع النهارده؟ نفس العيال دي اللي مشيت اوباما؟ مش دول اللي فرغوا الفريق؟ بعدين يقول لك المستشار اصل الاداره، اداره مين يا اخويا؟
اداره مين يا حبيبي انت وهو؟ الراجل المستشار رئيس النادي في عز مرضه والدكتور منعه من النزول، راح اتحاد الكره عشان يأيد اللعيبه. هو عمل مشكله مع اتحاد الكره ليه؟ عشانكم انتوا، عشانكم. مش الواد الهارب اللي اسمه كهربا راح عمل الحركه اياها للجمهور اللي قاعد. طلع المستشار كان عايزه يتعاقب، وبعدين تيجي تقول للمستشار لا عايزين نصحى بقى للمساله وما نحملش اللعيبه كل حاجه يا كريم. اللعيبه شكلها مش طبيعي، في حاجه بتتعمل في ارض الملعب، لازم الحقيقه تبان قدام جمهور الزمالك. جمهور الزمالك فوق دماغ اللي جابوني. احنا في مصر في دوله ديمقراطيه يا جدعان. في ايه؟ اتفضل. احنا بنسحب نطرح تساؤلات. الشيكابالا عليك دور مهم جدا 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 في التوقيت ده. خد اللعيبه دي وشوف فيه ايه. عايزين تتحصنوا يا اخي. ما هو اصل برضه النهارده وانا بتفرج مش ده محمد عبد الشافي ومش دي اللعيبه بتاعت الزمالك. هرجع تاني واقول في حاجه معموله، فحصنوا نفسكم. نفس اللعيبه اللي كانت واخده بطولتين دوري وبطوله كاس، هم ايه اللي حصل؟ في حاجه بتتعمل ملهاش علاقه بكره القدم. شوف يا شيكابالا. ايوه بقى يا جدعان، هو في حاجه العمل دي معمول لنا عمل على رجل جمل. وبعدين يا راجل يا كبير، انا مش عايز اغلط فيك، انت تخش تتكلم عن ناديك زي ما انت عايز تتكلم عن النادي بتاعك، لكن بتجيب سيره النادي الاهلي ليه؟ بتجيب سيره اعمامك ليه؟ بتجيب سيره كهربا ليه؟ انت مالك انت ومال كهربا ومال النادي الاهلي؟ ما تخليك في خيبتكم التقيله اللي انت على طول طالع تتكلم فيها. الجمهور ومش الجمهور ده اللي قال 1 2 فيريرا ثانك يو ويا امير. وشوف امير مش عاجبني يا ابو امير، شوف لك حل. ايوه نقعد قول كده بقى، اقعد قول مش عاجبني والجماهير هي اللي مشت محمود علاء، وبعد كده يقول لك ايه لا الجماهير على عيني وراسي. هو انت بتضرب وتلاقي يا اخي هو انتوا بتضربوا وتلاقوا؟ ده انتوا عالم ما بتفهموش قسما بالله. الناس دي ما بتفهم بشيلن. الناس دي عايزين يخربوا الدنيا ويقول لك عادي مفيش اي حاجه عادي يا باشا. ايه المشكله؟ احنا معمول لنا عمل على رجل جمل، والراجل بتاع شبرخيت ده لازم يجي هو السبب في كل اللي بيحصل ده. ايوه هو الراجل السبب. لا ده احنا من اول 2023 ما كسبناش يا جدعان. ليه ايه اللي حصل؟ بص بقى على الفرقه العجيبه. كريم ابو حسين بيقول لك اللي هاجم اعضاء مجلس اداره الزمالك والمستشار مرتضى منصور هم جمهور الاهلي جايين مخصوص ولابسين تيشيرت الزمالك. اخص عليك ده انت كل ده والله ده كل واحد داخل يا متخلف، داخل بهويته وعارف ده مشجع ايه. يعني عمرك تتخيل ان حد من جماهير الاهلي هتروح ماتش للزمالك واحنا عندنا فرقه بتلعب في كاس العالم للانديه؟ طب انا اشجع ليه الزمالك او انا اروح اضر ليه الزمالك وانا فريق بيلعب في كاس العالم للانديه؟ انتوا شوف التخلف وصل لحد فين. كلام العبط ده اتعلمتوه فين؟ يعني عندكم امراض ربنا يشفيكم يا ابني، ربنا يشفيكم من الامراض دي. يعني احنا كنا مركزين في كاس العالم للانديه ومع الاهلي ومع الفريق وبنركز وبنشوف ايه اللي هيلعب ولا مين مش هيلعب، وانتوا بتتروقوا هنا من فاركو وتروقتوا من بلوزداد، وفي الاخر بجحين طلعتوا برضه الفرحانين في الاهلي عشان ما خدش المركز الثالث وطالعين ببجاحتكم تحفلوا. دول اللي بيخافوا على نادي الزمالك يا جدعان؟ دول بجد اللي بيخافوا على نادي الزمالك؟ يا خبر ابيض، ده البليله عامله معاكوا شغل ايه عال. البليله بليله يعني بليله. وكريم حسن شحاته طلع تصريح بيقول لك كالعاده بدايه سيئه للزمالك في بطوله افريقيا ومفيش شخصيه وفيريرا هربت منه. دي هربت منه على الاخر، وكلام معقول من واحد زملكاوي بيفهم محترم. كريم حسن شحاته يا ابني اهو، كريم حسن شحاته ابوه ده محتاج يروح نادي الزمالك. الناس اللي هي
حلم طولان، دول فين الناس دي؟ هي دي اللي محتاجه تروح تصلح من نادي الزمالك يا جدعان. لكن هم دول مطبلاتيه، التانيين مطبلاتيه. طيب ومنتصر رفاعي بيقول لك يجب دعم المستشار، مش قلت لكم ركبوا الدعامه اهو. بيقول لك مشكله فريق الزمالك انه يوجد قائد في الملعب ويجب علينا الوقوف مع المستشار مرتضى منصور ودعمه. مش القائد بتاعكم؟ ما هو كان لسه جابولا دلوقتي بيقول لك يا باشا انا عايز شيكابالا. هو فين شيكابالا؟ شيكابالا عايز اللي يدعمه، شيكابالا عايز اللي يدعمه. خبر ابيض، لازم تدعمه عشان تفضل شغال في القناه طبعا لازم. ما انت يا ابني لو ما دعمتوش مش هتفضل شغال في القناه. ما هو ده ولي نعمتك، ولي نعمتك. كريم ابو حسين بيقول لجماهير اللي شتمت المستشار مرتضى لو خانت الخيل خليلها وشرقت الشمس بمغربها ما تنسى العين حبيبها، ياما فرحكوا وصفركوا واكلكوا وشربكوا على حسابكم. شفتوا ياما هو اللي مأكلنا، هو اللي مشربنا هو. يا سلام، انا صدقوا. شوفوا على كل ده كله انا مش عايز مرتضى منصور يمشي، انا عايزه خليه يفضل في الزمالك كده لحد ما يجيب ظرفه، لحد ما الزمالك يبقى بيعاني زي الاسماعيلي كده. مرتضى منصور سنه ولا اتنين كمان وهتلاقي الزمالك بيعاني نفس مشكله الاسماعيلي. انت يالا براسين تعبان. ايه يا ابني؟ هم ايه ماسك لهم زله؟ يخرب بيتك، هم ايه؟ ادينا حته لحمه، ادينا سندوتش وسندوتشات الجبنه واللانشون. انتوا طلعت عايروا جماهيركم يا هبل. عاير بقى ادي اللي عشان بس جماهير الزمالك الهبله اللي هي بتتابع دول، لكن الجماهير اللي فاهمه كوره ومش عاجبها الوضع من الزمالكاويه دول محترمين وعلى دماغي. انا بتكلم على الجماهير اللي ماشيه مع ورا هزازين الرؤوس ورا مرتضى منصور صاحب العزبه وعياله صحاب العزبه اللي مدورينها في نادي الزمالك، اللي مدورينها في نادي الزمالك. انا كده خلصت حلقتي، يا رب تكون الحلقه عجبتكم وخلاص يا اهلاويه ان شاء الله. الاهلي صحيح انا عايز اقول لكم كمان حاجه على الاهلي، اللي بيتكلموا على الاهلي وشوفوا الاهلي في 11 يوم لعب 4 مباريات. الاهلي هيلعب ده بقى يعني رجع وسابوه في حاله الفتره اللي جايه دي وما لعبش. يعني الاهلي مثلا احنا النهارده اهو الحد واللي هيرجع الحد، شوف 2 و3 و4 يا دوبك. المفروض بقى يريح الفترة دي، يعني لو ما لعبش يبقى أول ماتش هيلعبه يوم السبت يوم 18، عنده ماتش يوم 18 مع الهلال، وعنده ماتش بعد كده يوم 21 مع أسوان، وعنده ماتش يوم 25 مع صن داونز. يعني ماتشين في أفريقيا وماتش في اسوان والماتش اللي جاي بتاع اسوان ده هيلعبوا في اسوان هناك. يعني الماتش الساعه 3:15 الماتش ده هيبقى في اسوان. وشوفوا بقى الاهلي هيجي من هنا لهنا. فرق بيننا وبين ماتش الهلال 3 ايام، 18 19 20 21. العيوطه اللي بيتكلموا زينا زيهم 48 ساعه. يعني الاهلي هيلعب يوم السبت وهيلعب يوم الثلاث، وبعد كده هيلاعب اسوان، وبعد ما يخلص اسوان يوم 21 هيلاعب سان داونز يوم 25. بالمناسبة طبعا كلنا عرفنا النهاردة في مجموعة الاهلي سان داونز كسب النهاردة الهلال السوداني، كسبوا 1-0. مع ان الهلال على فكرة انا اتفرجت، يعني مش هقول لك على الماتش كله، انا شفت مقاطع من المباراة، بس الهلال لعب ماتش 10-10 الفرص، بس طبعا خبرات سان داونز فرقت. وطبعا كان مكسب كمان ان هو على ماتش الارض، على الماتش كان على ارض سان داونز، ففرقت اول 3 نقط في سان داونز. طبعا الطبيعي والمرشحين من المجموعه دي مين؟ الاهلي وسان داونز، بس طبعا الكوره ملهاش كبير. فان شاء الله اتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباريات اللي جايه ان شاء الله، ونلعب كده ان شاء الله ونجيب بطولات جديده للنادي الاهلي والتوفيق. واحنا مع اللعيبه مع مجلس الاداره مع كولر، بس نرجع ونقول محتاجين تدعيم في خط الهجوم. الاهلي القمه اسم على مسمى، شرفتوني احسن اهلاويه في الكون، احسن ناس محترمين، احسن ناس متابعين على قناتكم قناه حائط صد اهلاوي اللي صوتها صوت كل اهلاوي.
ما تنساش لايكك المتين بيدعمني جدا جدا، ما تنساش اشتراكك في القناة، ما تنساش تعليقك عشان تعليقك مهم جدا بالنسبة لي. واشوفكم على فيديو جديد يا احسن ناس محترمين، يا احسن اهلاوية، على فيديو جديد على قناتكم وقناة حائط صد اهلاوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.